وتجسد دور فاطمة حبيبة فراس ضمن حكاية بدوية فانتازية إلى جانب النجم قصي الخولي وغسان مسعود، بالإضافة إلى نخبة من نجوم الصف الأول في الأردن، لبنان والمغرب. كم سنة مرت على الفرقة وأنا على نية النسيان، على الوسادة شرايط نوم من ما ترك خلي الجافي، لعل تالي سهر كل يوم يا عين واللي مضى كافي. السعودي أثبت جدارته سواء على المستوى الإقليمي والمستوى العربي يعني، وفي كثير ممثلين شاركوا بأعمال عربية من السعودية حققوا تميز، حتى مو بس حتى يعني على مستوى المنافسة. وأعتقد في تجارب كثير سبقت أثبتت هذا الشيء، أن الطاقة السعودية قادرة على أنها تثبت وجودها في وسط عربي كبير يعني، وإن شاء الله أنها تكون على مستوى عالمي حتى قريبا إن شاء الله. المختلف بالنسبة لي أنا اللي قاعد أقدمه في العمل أعتقد هو نوع الدور شوية يعني، بالنسبة للأعمال البدوية بالنسبة لي مختلف، ولو أني أنا عندي تحفظ كثير على أن يكون العمل بدوي يعني، هو عمل مختلف بكل معطياته وله بيئته المختلفة وله ظرفه المختلف. Helen, why you are wasting your time with these small girls? Who are you? I'm not important. The most important is your destiny. Your destiny awaits you there. There? عندي دايما طموح اني اعمل اعمال جيدة ومتنوعة، مشان هيك دايما بنطر الاعمال الجيدة، وبتسائب دايما انه الاعمال اللي بتنعرض علي بلبنان مش دايما على الخط اللي انا بتمناه اذا بدك، مشان هيك بنطر وبتسائب انه اعمل مسلسل كل سنتين تقريبا بلبنان، بينما بالعالم العربي في مسلسلات اكثر، في انتاجات اكثر. دوري هو مؤلف من شخصيتين. في دور المرأة الانجليزية اللي انا هلا لابسه ثيابها، المرأة الانجليزية اللي بتجي على الشرق واللي هي مستشرقة اذا فينا نقول، وعبالها كثير تتعرف على الشرق وبتجي وهيدي اللحظة اللي كنت عم بحكي عنها قبل شوي بتمرق بحياتها وبتغير لها كل قدرها وكل القصص اللي ممكن تمرق فيها، وبتعيش قصة حب كتير لذيذة. بالنسبة للكاركتر اللي عم بلعبه بهذا العمل، في هيلين وفي هال. كان في عندي تنوع، كان في عندي المرأة الإنجليزية وكان في عندي المرأة اللي بتتحول فجأة بطريقة من الطرق لشخصية ممكن خيالية ممكن حقيقية، ما حدا بيقدر يعرف بالضبط، وعم تحكي فصحى فما بنعرف شو هي بالذات. فاطمة ما بعرف إذا نحن فينا نقول عنها دور جريء، لا، فاطمة هي شخصية تركيبتها ومعالمها الداخلية هي مختلفة وجديدة بالنسبة للأعمال البدوية، وفيها شيء إشكالي ودقيق كتير، بس إنه جريئة عادي يعني، لا ما أنا جريئة. هذا شيء له علاقة بتركيبة شخصية فاطمة اللي هي قسوتها على نفسها وقسوتها على فراس بعلاقتها معه يعني. فاطمة كانت عم تعاقب فراس من اللحظة اللي تركها بالعرس، وضلت عم تعاقبه، ولما أخذت القرار مرة تانية بالارتباط فيه ورجع تركها مرة تانية، فهي قررت يعني بتحسها كأنه أخذت قرار بالانتحار تجاه نفسها واتجاه حبها الكبير لفراس. هي السمة بالدراما يعني، ما فينا نقول جريء، فينا نقول في خصوصية عند الشخصية. أبي جنس واليوم وباكر وكل يوم في عمري. لا تجرحني مرة ثانية، لا تشعل نور القمر الفظوعي وانت نهوي تطفيه. هجرت هم وطويت سكون ودخلت في المخدع التالي. فراس رحل يا فاطمة.
هو لو ما اشتغلت هذا الدور السلافة، اعتقد انه ممكن تلعبوا سلافة مع عمارة ايضا، يعني لانه يعني انا من بداية قراءتي حتى للنص حسيت انه هي يعني فارضة نفسها، خاصة بعد تجربتي معها في ابواب الغيم. اعتقد فاطمة يعني هي سلافة، مش سلافة، هي فاطمة هي قوية كتير وضعيفة بنفس الوقت، وهشة من جوا وقوية بنفس الوقت. هي حلوة كتير ومانا حلوة. فيها تركيبة متناقضات ممكن تتقاطع معي أنا من جوا كسلافة، يعني بشي جواتي إنه في عندي أنا هيك بعض المتناقضات المتراكبة بشخصيتي. لو فرضنا أن دور فاطمة أسند إلى ممثلة أخرى وتم التفاوض معك على أداء دور آخر في المسلسل، أي دور كنت ستؤدين؟ ممكن طوق، يعني شخصية طوق حلوة ومختلفة وجديدة وفيها هيك عالم جديد، فممكن يعني تكون مغرية إذا الواحد بده يفكر هيك بالموضوع. هذا السجين بحاجة لمشفى بسرعة، لأنه كثير صعب واحتمال كبير يكون مصاب بمرض معدي، وإذا رجعت واحد زنزاني بده يعني كل قاتل المساجين. هلا ايش بده يساوي يا فندم؟ ايش بده يساوي؟ أنا بدي هذا السجين يروح على المشفى بسرعة، لأنه هي فيها مسؤولية. أنا لازم نخبر طعمة مناول. في كلفة إنتاجية عالية وباستخدام أحدث التقنيات، تنقل فريق العمل بين سوريا، تونس، المغرب، الأردن ومدينة أدنبرا في اسكتلندا للانتهاء من التصوير الذي بدأ في شهر أبريل وللحاق بالماراثون الرمضاني. عمل توق هو اصلا عمل فيه كثير من الاشياء المتميزه، ابتداء من النص المكتوب المستند على الروايه الامير بدر، وفيه ايضا المخرج المهم جدا انا بالنسبه لي شوقي الماجري. يعني شوقي اعتقد هو هدف لكل ممثل انه يكون جزء في تجربته. العمل ضخم وكبير، جهه منتجه مهمه، عدد كبير من النجوم، كل هذه المعطيات اعتقد هي من الاشياء اللي تدعو لتميز العمل. انا هذا اول تعامل لي مع شركه كاريزما، و يعني بتمنى التوفيق للعمل ولنا كلنا، للشركة ولنا نحن كمان العاملين بالمسلسل. هذا العمل رح يقدمني بالخليج، بيسعدني أكيد أنه يقدمني بالخليج ويقدمني بمادة يعني بتلامس المشاهد الخليجي بشكل مباشر. بنبسط أكيد وبيشرفني وبيسعدني. أبوي وش بيه أبوك؟ أبوي غرق في السيل، يقولوا خذاه السيل. ويتوقع مراقبون للمشهد الدرامي العربي بأن يستحق مسلسل طوق المرتبة الأولى لما يحمله من متعة للمشاهد العربي ولتوافر شروط التجربة الدرامية فيه، من المخرج التونسي شوقي الماجري ذي التجربة المهمة والحاصل على العديد من الجوائز، وصولا إلى الكاتب السوري عدنان عودة المستوعب لمفردات الحياة البدوية، كونه يعود بجذوره إلى منطقة البادية السورية، إلى جانب اشتراك نجوم الصف الأول في المسلسل البدوي. أما على مستوى المشاهدة فمن المتوقع أن يحظى طوق باهتمام كبير من قبل الجمهور العربي والخليجي، خاصة عشاق تجربة بدر بن عبد المحسن الشعرية. هو عنصر واحد من هذه العناصر يأهل العمل للمشاهدة والمتابعة، فما بالك تجتمع كل هذه العناصر المهمة والمتميزة. أعتقد أن هي راح تكون تجربة مختلفة على مستوى الدراما العربية، ويعني في مجهود كبير قاعد يبذل في العمل، في ميزانية ضخمة، في متابعة دقيقة من سمو الأمير، في أشياء كثيرة، في معطيات كثيرة. أعتقد أنها راح تأهل العمل أنه يكون إن شاء الله على مستوى التميز المنشود. يعني أنا بهذا العمل تعرفت على ممثلين كتير أول مرة بلتقي فيهم، بعرفهم طبعا بس أول مرة يعني بتعامل معهم، ومن الفنيين انبسطت كتير إني تعرفت على عالم مهمة جدا وبروفيشنال جدا، من تونس، من الأردن،
من سوريا طبعا، بس بشكل اساسي بكاسة الفنيين في من تونس ومن الاردن، وسعيده فعلا بالتعاون معهم جدا جدا، وبشكرهم على حرفيتهم العاليه ومهنيتهم العاليه. كان اكبر من كل المواليد ومن كل الصغار، جفونه ثقال وعيونه سادره وكبار، شديد وقوي جبار، على شفته ضي ابتسامه ساحر. تابعوني بمسلسل تورك، وتابعوا اكيد مسلسل تورك على روتانا خليجيه. بوعدكم انه هالمسلسل رح يحسسكم بكتير احاسيس حلوه، كلها حب وخيال ومش بس هيك، يعني اشياء حتى قاسيه بمحلات معينه. المسلسل رح ينعرض بشهر رمضان، ينعاد عليكم كل سنه وانتم بالف خير. كريستين شويري. تابعوني بشخصيه فاطمه بمسلسل توق على روتانا خليجيه. كل عام وانتم بخير. عسى ما ازعجوك الحراس. الا ازعجوني. توق بينكم اتفاق وعهد، الخوي ما يأذي خويه. انا اللي امرتهم. اجيب لك تفاح الشام، وفراشك ريش النعام. اعطيني واحدة من الاسورتين اللي بيدك يا فاطمة. سوارتي الذهب بالرخيص. سوارتي سوارتي سوارتي. سكنت رياح الأحداث وغفى الزمن. ليس تماما يا هاري، ليس تماما. مر العمر وخسرنا السنين الكثيرة. خسرنا نعم، ولكن نستطيع أن نعوض ما خسرنا. ليل وخيل وهيل والأصالة لوني، وانت شلونك؟ أيا كان لون